مسا على كل اكشنجي عظيم بيتفرج علينا. فيلمنا النهارده بيحكي عن منظمه بيجمع الاطفال حديثي الولاده وبيدربهم على القتال من اول يوم ليهم في الحياه، وبطلنا توكا من ضمن الاطفال دي. تعال نشوف حصل معاه ايه. بيبدا فيلمنا بمنظمه عسكريه بيدخلوا حضانه وبيختاروا منها الاطفال الاكثر واشد بكاء وبياخدوهم للمنظمه، وبنعرف ان اسم المشروع ده يبقى مشروع ادم، وبتبدا مع الاطفال من عمر 0، وبيظهر عندنا الاطفال في عمر ال5 سنين، وباليوم بيعلموهم مبادئ ان الرحمه ضعف، وان الضعف موت، والولاء الاول والاخير للقوات، وان القوات هي العائله. وبيبداوا انهم يوروهم مناظر قتل وحيوانات بتفترس بعض علشان ينموا جواهم التفكير الدموي وعدم الرحمه. وبنيجي عند السن ال8 سنين وبنلاقيهم بيعلموهم مهارات عقليه تخليهم اكتر ذكاء. وبيظهر عندنا الاطفال عند سن ال11 سنه، وبيكونوا كل يوم بيجروا مئات من الاميال علشان يبقوا ببنيان عالي جدا، وبنلاقي ان في طفل اتاخر في الجري وبيقتلوا بلا رحمه. وعندنا في سن 16 سنه بيدربوهم على ضرب النار والتصويب على الاهداف، وبنلاقي انهم بيصوبوا على الاهداف بدون استثناء حتى لو الهدف كان ست وشايله رضيعها. ونلاقي ان في 2013 الدفعه اتخرجت من المقاتلين وبيحفروا على كل وش واحد فيهم اسمه رقم وكأنهم روبوت. وبنشوف عندنا ان الدفعه خلاص اتخرجت وبيتخرجوا في سن ال38، وبيبداوا انهم يدخلوهم في معارك حقيقيه، وبيكون تود من ضمن الدفعه دي وبياخد معارك كتيره زي معركه حرب المدن السته ومعركه واقعه موسكو. وبلا الثابت في كل المعارك دي هي الموت بلا رحمه. وبنيجي لسنه 2036 وبيكون عندهم ساعتها 40 سنه وبيخوضوا معركه الاقمار الارجنتينيه، ودي بتكون في الفضاء. وبيظهر عندنا CV الضابط تود، وبنلاقي فيه كل معاركه اللي خاضها وعدد الناس اللي قتلها. وبنبقى احنا دلوقتي في مرحله الحروب البينيه، وباللي رئيس قوات فريق تود بيستقبل العقيد ميكم، وبيكون العقيد ميكم هو رئيس القوات الخاصه بتاعت فرقه، ومجموعه من الجنود بيكونوا مختارينهم من قبل ما يتولدوا، وبنعرف انهم بيكونوا معدلين جينيا علشان يبقى عندهم كل صفات القوه وانهم ما بينهزموش. وبيلاقي رئيس قوات فرقه تود مش مصدق، وبيقول ان اللي قدامك دول مروا باقوى التدريبات، وان جنوده اللي مش بيتهزموا دول بيكونوا غير قابلين للتصليح برضه. وبيكون كل كلامه استفز ميكم، وبيقولوا ان هم ممكن يعملوا للاتنين اختبارات ونشوف مين هيتحمل اكتر. وبدأ انهم بيعملوا اختبارات ضرب النار واختبار سرعه الجري، وبيبدا الجندي المعدل جينيا جري بعد الجندي الطبيعي ب20 دقيقه، وبيسبقوا ده بيبهرهم كلهم. وبيكون رئيس قوات تود مش قابل فكره ان الجندي المعدل جينيا اقوى، وبيقولوا ان الجندي بتاعه تعب من الجري، وبيطلب من تود انه يتسلق سلسله، وميكن بيطلب من جندين نفس الشيء، وبيطلع الجندي المعدل اسرع من الطبيعي، وده بيبهرهم كلهم. وبيسالوا عن الجندي المعدل جينيا بيموت ولا بيفضل عايش، وبنعرف انه بيموت عادي بس بصعوبه. وبيطلب من جنديين عاديين مع تود يقتلوا، وبيتسلق الجنود وبيطلعوا علشان يقتلوا، بس بيبقى الجندي المعدل قوي جدا وبيقاتلهم بقوه، وبيموت الاتنين، وبيستمر تود في القتال معاه وبيخرق له عينه، بس في الاخر بينتصر الجندي المعدل عليهم وبيقتلهم. وبنلاقي ان ميكم بيأمر الجندي ينزل، وبيكون بيزعق له علشان عينه باظت، وبيقولوا ان هم دفعوا كتير علشان تتولد وعلشان يتدربوا وياكلوا. وبيرجع ميكم لباقي الجنود المعدلين وبيعرفهم انهم يبقوا الاقوى. وبيكون رئيس قوات تود مضايقه وبيقول ان تود هو كان افضل جندي عندي، وبيقول ميكم انت لسه ما فهمتش ان الجنود بتاعتك بقت موضه قديمه. وبيموتوا ال3 جنود، وبيقولوا انهم هيرموهم في حته بعيده عن هنا علشان هم مش عايزين اسئله كتيره. وبياخدوا ال3 جنود وبيحطوهم في مركبه المهملات وبيرموهم فيها. وفجاه بنشوف ان تود بيبقى لسه عايش، وان المركبه خلاص هتتفتح ويرموا اللي فيها. وبيحاول تود انه يمسك في المركبه علشان ما يقعش، بس مش بيعرف، وبترميه المركبه في مكان غريب كله نفايات وكله مقابر للموتى وانه نهايه العالم. وبيمشي تود وبيبقى بيدور على حته يرجع بيها لمعسكره وللقوات بتاعته. وفجاه تود بيشوف بني ادمين وناس عايشين وبيبقى عايز يهرب منهم، بس بيلاقي نفسه وقع واغمى عليه، لانه اصلا بيكون تعبان من الاختبارات اللي حصلت والقتال اللي دار بينه وبين الجندي المعدل جينيا. وبيحاول تود يقوم بس بيلاقي نفسه مش عارف. وفجاه بيشوفوا مجموعه اطفال بتبقى حواليه، وبنكتشف ان ده منفذ سري بيعيش فيه اخر بني ادمين طبيعيين. وبيدعوا في المنفذ السري انهم لقوا شخص غريب وبيبقى كلهم خايفين. وبنعرف ان رئيسة المنفذ السري ده واحده ست، وبتبقى بتبلغ الناس اللي معاه باللي حصل، انهم لقوا شخص واحد بس وغير مسلح، وانهم لقوه مغمى عليه.
وبيبعتوا مستكشف يشوف لو في مركبات بس ما بيلاقيش، وبتقول الرئيس انهم هيساعدوه، وبنعرف من كده انهم بني ادمين طيبين وفي قلبهم الرحمه، وانها ولت سندرا مرات نايس الناتي دوي، وبتاخد راي الجماعه وبيوافقوا على كده. وبيشوف سندرا بيطرب منه خايفه وراح تديله العلاج، وبنلاقيها بتقول لجوزها ان في كلمات على جسمه اسم معركه، وبيطمنها جوزها انها ما تقلقش وان دي كانت معركه. وبيروح ابن سندرا واللي اسمه نيفين وبيبقى بيبص على تود، وبنلاقي ان تود مستغرب المكان بس ما بيمشيش لانه بيبقى تعبان وبينام. وفجاه بيصحى تود على صوت وبيمشي ورا الصوت، وبيلاقي مايس وسندرا بيلعبوا مع نيفين ابنهم، وبيعتذر نايس لتود على ان صوته صح، وبيديله عصايه انه يمشي عليها لانه مجروح. وبيكون مايس وسندرا مش فاهمين تود لانه ما بيعملش اي تعابير ولا بيتكلم، وبيحسوا انه روبوت. وبيجي معادي الغدا وبيلاقي تود بياكل بعنف شديد، وبيفضل مايس يحط له الاكل وهو ياكل برضه، وبيبقى ده مضايق واحد من الناس اللي معاهم، وبيساله وهو بياكل انت مين وايه اللي جابك هنا. وبنلاقي تود بيقول له ان هو جندي وتم استبداله بجندي افضل منه. وبنلاقي سندرا بتحكي لتود انهم بعد ما مشوا من الارض من 12 سنه ما كانوش عارفين انهم هيجوا هنا، وان في ناس كتير منهم ماتت، بس بعد سنين ولما بدا يجي عليهم الاعداء ويقتلوا فيهم وبيبداوا يحرقوا ويموتوا الناس اللي جم هنا عند النفايات، وانهم سابوا العيشه في الاقمار الثلاثه علشان محدش يجي يقاتلهم، وان بكده محدش هيجي يقتلهم او هيبقى عايز ياخد منهم مركز النفايات، وانه مش مطمع لحد. وبنلاقي ميكن بيتكلم مع رئيس قوات الجنود الطبيعيين، وبيقول له انهم لازم ينشطوا مناطق وتبقى لينا، واول منطقه هننزلهم يروحوها هي منطقه النفايات. بس رئيس القوات بيقول له ان هم هيروحوا هنا ويلاقوا بني ادمين، بس ميكن بيقول له ان هو هيأمر جنوده لما يشوفوا اي حد يقتلوه علشان ينظفوا المنطقه خالص من اي بشر، وانه عايز يشوف جنود المعدلين جينيا في ارض معركه حقيقيه بره، مش انه يشوفهم في التدريب بس. وبنلاقي تود على طول مع سندرا وبتكون بتزرع وبتعلمه يزرع ازاي، وبيشوف ثعبان بس ما بيقتلوش، بس بنلاقي سندرا اول ما بتشوفه بتقتله على طول، وبتقول له ان الثعبان ده ممكن لو قرصك مش هيأثر فيك لانك قوي، بس لو قرصني انا هيقتلني لاني اضعف منك، وان ابنها نيفين قرصه ثعبان وكان هيموت ومن ساعتها مش بيتكلم. وبنشوف ان تود خرج مع الرجاله في رحله استكشاف، وانهم كل فتره والتانيه بيروحوا يشوفوا في المخلفات بتاعه المركبات حاجه تنفعه، بس فجاه بيجي اعصار شديد وبيبقى يسحب واحد فيهم ويموته، وبيشدوا كل زمايله بالاعصار وبيبقى اقوى منهم كلهم، وخلاص الراجل هيتسحب. بنلاقي تود مسك الحبل وشده لوحده وعرف انه ينجيه من الاعصار فعلا، وبيشكروه كلهم على اللي عمله وانه انقذ صاحبه. وبيشوف تود مركبه وبيشرح لهم مايس ان دي مركبه المخلفات، وتيجي كل 20 او 30 يوم وبترمي المخلفات هنا في المنطقه دي. وبيشوف توم المركبه وبيبقى عايز يرجع تاني ليهم وبيبقى زعلان. وبنشوف توم واقف مع سندرا وبيبقى هيوقعوا الخضار وبيتجرح من السكينه، بس بيكمل عادي وبيعرف انه ما بيحسش باي شعور غير الخوف والعقاب بس، وتبقى عايزه تحضنه علشان صعبان عليها، بس هو مش بيحس باي حاجه. وبيظهر عندنا سكان المنفذ وهم بيحتفلوا بنهايه السنه وكلهم بيبقوا مبسوطين، وبيبقى تود قاعد بس بنعرف انه ما بيحبش العبث، وبيقعد يفتكر حاجات حصلت زمان من ايام ما كان في مركز التدريب، وبيحس بارتباك شديد وبيسيب الحفله وبيروح يقعد لوحده. وبنيجي نشوف الراجل اللي انقذه تود وبيكون جايب له كوفيه هديه ليه علشان انقذه من الموت، وبيديها لسندرا تديها لمايس تديها له، بس سندرا بتقول له ان هو يديها له بنفسه. وبنلاقي ان تود راح يتدرب علشان يعيد لياقته البدنيه تاني، وبيبقى كل الاطفال بتتفرج عليه، وبنلاقي ان هو بيفتكر كل ذكرياته ومعاركه السابقه، وبيبقى غضبان جدا وهو بيفتكر يتخيل ان في عدو جاي من وراه وعايز يقتله فحطه تحت مطحنه، وقبل ما تيجي عليه فاق من الذكريات وبعد الراجل عن المطحنه. كل ده كان قدام كل اهل المنفذ وقدام الاطفال، فبيبقوا كلهم خايفين منه قلقانين لا يقتل حد فيهم. ومايس بيقول لساندرا ان هيبقى في اجتماع علشان يقرروا هيفضلوا معاهم ولا هيمشي، لان كل البلد خايفه منه. وبيبقى تود بيتدرب تدريب عنيف جدا، وبرضه افتكر ذكريات وافتكر ساعه ما قتل صاحبه وهو صغير. وفي مره وتود كان نايم وجاله نيفين وبيبقى عامل له لعبه وعايز يديها له وحطها له ومشي، لقى ثعبان فداله الجزمه بتاعته علشان يقتله بيها، علشان تود عايز يعلم نيفين انه يقتله بنفسه. وخلاص الثعبان هيجي على نيفين وبيلحقوا تود وبيرمي في الارض وبيقول له انه يجرب يقتله. وفجاه لقينا مايس دخل بسرعه وقتل الثعبان، وبيبقى بيحسب ان تود عايز يقتل ابنه وبيبقى متضايق منه جدا. وعملوا اجتماع وقرروا كلهم ان
ان تود يمشي من المنفذ وانهم هيدوله كل الاسلحه والاكل اللازم ليه. وبيبقى تود زعلان جدا من القرار ده وحس ان تم استبداله زي ما تم استبداله في مركز القوات بتاعه بجندي معدل جينيا. واستعد تود للرحيل وخد بعضه ومشي. بدا يمشي في مدينه المخلفات وما بيكونش عارف هيروح فين، ولقى وهو ماشي ماسوره وقعد فيها. وبنشوف لاول مره عينه بتدمع وبيعيط وهو بيبقى مش فاهم ايه ده، لانه ما بيحسش باي حاجه غير باحساس الخوف والعقاب بس، وحس انه مرتاح بعد ما عيط. وبنشوف ان القاعده اركاديا بدات تتحرك اتجاهها لاي مدينه مخلفات ونفايات. وبيوم جديد وبنلاقي نايس وسندرا نايمين وبيبقى في ثعبان جاي عليه، بس بنلاقي ان ابنه نيفين جري ومسك الجزمه وقعد يقتل في الثعبان لحد ما مات. واكتشف مايس ساعتها ان تود كان بيعلم ابنه يقتل الثعبان ازاي، وانه كان خايف عليه مش زي ما كان فاهم مايس. بيقرر مايس في ساعتها انه هيخرج وبيدور على تود وانه هيقول للمجلس انهم حكموا على تود بالغلط. خرج مايس وبدا في انه يدور على تود ولقى مايس تود واعتذر له وقال له انهم حكموا عليه بالغلط وانه يرجع معاه تاني. فجاه هم بيتكلموا بيلاقي سفينه فضاء وبيحسبها مايس انها جايه تنقذهم، بس بيبقى فاهم تود ان دي مش سفينه انقاذ وانها جايه تقضي عليهم وتنظف المكان من البني ادمين وتحتل المكان ده. وبتنزل السفينه ونزل منها معدات ضخمه ودبابات وجنود مسلحين اعلى تسليح. وبيبدا تود ومايس انهم يهربوا، وبالله اللي سايق الدبابه الجندي المعدل جينيا اللي تود تم استبداله بيه. وبدا حاله الهروب جوه المنفذ، وحدد المستكشف بتاعهم ان دي سفينه وعليهم كلهم دلوقتي انهم يستخبوا. وبيتم تحديد من خلال التقنيات العاليه اللي معاهم ان في عدوين انهم يقتلوهم وبيرموا عليهم قنابل بس. وبالله ان مايس رجله اتقطعت وبيروح تود وبيلحقوا وبيعرفوا يهربوا. تظهر على شاشه الجندي المعدل انهم ماتوا، وبيبدا تود انه يربط لمايس رجله، بس بيكون مايس فاقد الامل وبيقول له انه يخلي باله على سندرا ونيفين ومات مايس. وبيجي بلاغ عند القوات ان في المنفذ مدنيين غير مسلحين، وبيبقى رئيس القوات عايز انهم يحموهم، بس بنلاقي ميكام عايز يدرب جنوده على انهم يقتلوهم وان المدنيين دول بالنسبه له اعداء. وبيبقى في حالة ذعر حاصلة بين الأهالي. بتقرر الرئيسة بتاعتهم إنها هتخرج وتكلموا، بس بنلاقي أول ما بتخرج بيقتلوها فورا. وبيبدأ الأهالي يضربوا نار، وبتكون المدرعات أقوى بكتير، بس ما بتكونش المدرعات دي عاملة حاجة أصلا. وأمروا إنهم ينزلوا 3 جنود معدلين بسلاحهم اللي بيبقى متقدم جدا وبيطلع نار علشان يحرقوا القرية والأهالي اللي فيها. وبيكون مركز الإدارة بتحضر الجنود وبتقول لهم إن هم هينزلوا ويقتلوا كل الناس، وبيكون محدش من الأهالي عارف يقاوموا قدام لأنهم بيبقوا محميين من الدروع اللي لابسينها. وفجأة بنلاقي تود نازل من السقف وبيقتل أول واحد بشجاعة، وبيقابله حد من الأهالي وبيكون تود بيظبط الأسلحة وبيجهزها وبيقول له لو عايز أي مساعدة. وبنلاقي إن فريق الجنود الطبيعيين بينزلوا وبدأوا يحطوا إشارات في مدينة المخلفات. وبنلاقي إنه استدرج الجندي التاني إنه يطلعوا فوق علشان يقتل الست وأطفالها، بس فجأة بيلاقي تود ويخلص عليه في ثانية واحدة. وبنلاقي إن التالت خاف لما لقى زمايله ماتوا وقعد يضرب نار في كل حتة وبشكل عبثي لحد ما تود نشن عليه صاروخ واحد موته على طول. كده بيكون تود خلص على ال3، وبياخد تود اللاسلكي وعمل صوته وعرفه انه مش الجندي بتاعهم لانهم كانوا متفقين على كلمه هدير، وما بقاش عارف ميكم هو بيحارب مين. وبيمروا انهم يقتلوا اي حد، بس رئيس القوات بيقول له ان جنوده تحت وان هو ينسحب ويجي بالليل ويهجم عليهم تاني. وفكروا لان الفكره دي سليمه، وامر الرجاله انهم ينسحبوا. في الوقت اللي انسحب فيه الرجاله كان تود بيجهز نفسه اسلحته اللي هيهجم عليهم بيها. وبيكون سندرا بتعالج الناس اللي اتجرحوا بسبب الغزو اللي حصل عليهم. وبيشوف تود سندرا ونيفين وبيفتكر كلام ووصيه نايس عليهم. وبيكون سندرا مش عايزه تود يحارب لوحده، بس تود بيقنعها ان دول جنود زيه وانه هيعرف يتغلب عليهم، وان تود عارف عددهم بالظبط واللي هم 17. وبتساله ازاي هتحارب لوحدك 17 وانه يهزمهم، بس بيرفض تود وبيقول لها ان الجنود للجنود. وبيخرج تود لوحده وبتبقى اهل المنفذ كلهم منبهرين بيه. والليل جه والجنود عادوا تاني من الانسحاب، بس كان تود مجهز كل حاجه وفي انتظارهم انهم ييجوا. وبدا تود انه يقتلهم واحد ورا التاني بمهاره كبيره، وجمع كل التعابين ورمى جندي وسطيهم. وبنلاقي ان تود بيتخفى وبيظهر فجاه للجنود وبيقتلهم. وخلاص بدا تود انه يخلص عليهم، وفجاه بنلاقيهم عرفوا مكان تود ويتجمعوا كلهم، بس ده بيبقى مكيده من تود ويفجرهم كلهم. وبنعرف ان تود جندي ذكي جدا لاننا فجاه لقيناه بيربط نفسه بالحديد لانه حس ان العاصفه الجايه. فلما بتيجي العاصفه وبتخلص على الجنود كلهم، وفعلا بيتمكن تود انه يخلص عليهم كلهم. وبدا انه يركب دبابه ويروح علشان يخلص على باقي الدبابات، وبيبعت الجندي المعدل للدبابه انها جايه عليه، وكده يحصل تصادم ما بينهم.
بس بيكون تود هو اللي في الدبابه دي وسايقها. بتوصل تود مع مركز القياده وقال لهم انه خلص على كل الجنود، وبيكون الجندي المعدل لسه ما ماتش، بدا انه ياخد علاج منشط علشان يحارب تود. وبيكون ميكا مش فاهم ده حصل ازاي، وبيبقى متعصب قوي وبيمروا منهم يحضروا قنبله نوويه عشان يخلص على المدينه في ثانيه واحده. وبيروح تود للاهالي وبياخدهم علشان يمشوا لانه فكر انه كلهم ماتوا. بس فجاه بنلاقي ان الجندي المعدل ظهر مره تانية وبداوا في انهم يقاتلوا بعض. وكان الجندي المعدل قوي جدا وكان بيضرب تود وخلاص هيخلص عليه، بس بذكاء تود وهمته انه شاف سكينه هيموته بيها وراح يجيبها، فجاه موته بريشه المروحه الجويه وقضى عليه بحركه كسر بيها راسه. وبنيجي نشوف الجنود اللي هم زمايل تود وبيكونوا خلاص هيفجروا القنبله، بس بيلاقوا تود وبيدوه السلام وبيمرهم انه ما يفجرش حاجه. وبنلاقي ميكا عايز يتحرك بالسفينه قبل ما يطلعوا الجنود اللي هتفجر القنبله، بس القائد تود بيكون رافض فبيقتله قبل ما يشغل السفينه. وبتتحرك وبيسمع تود جاي وجنوده بيتفاجئ ان تود عايش وبيكون بيترجاه انه يسامحه، بس تود بيطرده بره السفينه هو والخاينين. واخد تود الاهالي والجنود وحرك السفينه وبدات في انها تطير. في النهايه بنشوف ميكا عايز يوقف القنبله وبيكتب كود الايقاف، بس ده بيخليها تنفجر وماتوا. وياخد تود الطفل الصغير وبقى يحس بمشاعر الحب تجاهه. وبنشوف ان الجنود مش فاهمه هو بيعمل ايه، لكن تود بيقرر انه يعلم الجنود الرحمه اللي اتعلمها من اهل البلد. وبيخلص فيلمنا. يا رب تكونوا اتبسطتوا بالفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو علشان نستمر في تقديم الافضل ليكم، واعمل سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من اكشنجي.